إلى ولاية عامة يعد قصر تيوت معلما سياحيا هاما يمتد جذوره إلى ما يفوق 8 قرون، غير أنه اليوم يفتقد للكثير من الخدمات. نتعرف إلى تفاصيل في تقرير مصطفى ضحاوي وهاجر بوعلي. قصر تيوت جنوب ولاية معلم سياحي هام شاهد على حقبة تاريخية في منطقة جبال القصور، غير أنه اليوم يفتقد الكثير من الخدمات الضرورية. شحال من ترميم كانوا يزوقهم برا والداخل يخلوه، الناس تبدا من ترميم من فوق ويهودوا، تمشي لبوسمغون تلقاه يعيش كاع ما تدخلش من تما، بصح كانوا يجوا يدوا الترميم يزوقوا غير من برا ويدوا الدراهم ويمشوا، واش ما داروا فيه والو. ماذا بينا تهلوه في القصر، هو القصر نتاع السياح، راهم يجوا من كل موضع، وما راه خاصته الخدمه بزاف، خاصته واش من هاد الخدمه اللي خدموه ما عنده ما داروا لهم، ما راه خاص الحيطان، واش حيطان ها رانا سايبين، خاص الارض ما راهش مخدومه مليحه، خاص كل شيء، وخاص الخدمه، هو الخدمه نتاع القصر. رغم الجهود المبذولة والترميمات المتعاقبة لهذا القصر، إلا أنه بحاجة إلى ترميم بمقاييس دقيقة تعطي هذا المعلم حصانة. أنا كنعرف القصر عمليتي ترميم، بصح كي تقول اسم الترميم معناتها خصها الحاجات تولي كيما كانت. حنا القصر زادوا عاودوا بدلوا فيه بزاف صوالح. الحاجه الاولى كتشوف داروا البادون في الارض، البادون يشد ندا وعاودوا ولا على الحيطان كاع، خدموا بلاشو الاخر. بورتون لا بي ماتير كان عطاوه لي زونتربريز. حنا كنا بروبوزينا عليهم باش يمدوه الجمعيات وين كاين الناس اللي مازال تعرف تخدم كيما نقولوا، تخدم ناتورالمون، تخدم بالطين كيما كان مخدم. وليكزومبل راه كاين ديار وين ترموا على الطريقه التقليديه. في الاول عطيناهم اقتراحات كيفاش الخدمه، ما كانش من يسمع لك. وحنا اليوم حتى اليوم الان رانا مرحبا بهم، اللي جا نعطوه المثال كيفاش يرمم. رانا ولاد القصر ونعرفوا، وهذه الحرفه ديناها على جدودنا تانيك حتى الان. الخشبه كي نديروا نعرفوها نحطوها، القرنافه كيفاش نديروا نخدموها، وهذا ثمار من الاجداد. ثروة ذات بعد وطني وقومي هي اليوم بحاجة التفاتة السلطات إليها لإعادة ترميمها وبعث نفس سياحي جديد فيها.